اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا. قلت اعمل معاكم بقى مكرونه بشاميل كده بطريقه سهله جدا، بس عملناها بالفراخ. بس لو لسه اول مره بقى بتشوفيني متنسيش تعملي لايك حلو زي كده، وتعملي اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملي مشاركه للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. بس هنا بقى المكرونه بتاعتي كانت حلوه جدا. جربوا يا جماعه الطريقه دي تعجبكم جدا وتعجب ولادكم. بصوا ما شاء الله المكرونه مستويه، مش مهريه معايا ولا اي حاجه. وجميله جدا، وطبعا طعمها خطير. جربوها. ويلا تعالوا نسمي الله ونشوف الطريقه. اول حاجه هجيب معايا نص كيلو بانيه، وبكون غسلاه كويس ومنضفاه ومصفياه من الميه. بس مش هقطعه بقى خفيف ولا اي حاجه، يعني مش هرقق البانيه زي ما هو كده. وهقطعه جوليان طويل. انا هقطع كل الحاجات معايا بالجوليان، تكون شرايح طويله كده، بس عشان تبقى شكلها حلو. عايزه تقطعيه كل مكعبات تمام براحتك اللي انت عايزاه. بس هقطع بقى معايا البانيه بتاعي، هقطعه لشرايح طويله كده تمام. اهم حاجه يكون بصوا كله ما يكونش رفيع خالص، يعني خلوه كده يكون تكون الحته سميكه شويه كده عشان يبان طعمه طبعا لما لسه هيستوي. بس هقطعه بقى كله بنفس الطريقه زي بعضه. لو في طبعا دهون او في اي زيادات ولا في اي حاجه شيليها. بس هقطع بقى انا البانيه كله معايا بنفس الطريقه تمام. اهم حاجه الزفاره يا جماعه، خدوا بالكم منها. زفارة الفراخ وزفارة اللحمة والسمك والحاجات دي، يعني خدوا بالكم ان انا هنا كنت قطعت معايا الكمية كلها. بصوا ما شاء الله بوريكم، يعني كله زي بعضه، والحتة حلوة مش رفيعة معايا ولا اي حاجة. بس انا بقى هنا معايا بانيه كنت قطعته وركنته بقى على جنب. هنا بقى معايا الخضار بتاعي، معايا فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، ومعايا طماطمايه، ومعايا بصلايه، وهنا قرن فلفل حامي. بس غيرت بقى معايا القطاعة، وشلت قلعت الكلفس برضو رميته. يعني انا بحب زفارة الزفارة، مبحبش استعمل من وراها اي حاجة. بس ما عندكيش قطاعة تانية، يبقى قطعي الخضار الاول وبعد كده قطعي الفراخ بتاعتك او البانيه بتاعك تمام. ولو هتقطعي الاول البانيه بتاعك، يبقى بعد ما تقطعيه تغسليها بخل وبملح. تغسلي القطاعة كويس، وبعد كده تنشفيها وتقطعي بقى الخضار بتاعك مكانه. لان طبعا الصابون يا جماعه برضو مش بيقتل الميكروبات اللي بتبقى على القطاعه مطرح الفراخ تمام. هنا انا قطعت برضو البصل معايا، بقطع كله جوليان، بقطع كله شرايح طويله زي الفراخ بالظبط، زي البانيه. انتي برضو عايزه تقطعي مكعب، يبقى تقطعي كل مكعبات زي بعضه، عشان يعني الشكل في الاخر يبقى شكله حلو. اهم حاجه طبعا الشكل لازم نهتم بيه. بس هنا بقى اقطع معايا الفلفل بتاعي، قطعت الاول البصل والفلفل الاصفر والاحمر. هقطع من كل حاجه نص، يعني مش هقطع خضار كتير، لان مش هقطع يعني قرن من كل حاجه، لان هو طبعا انتوا عارفين الفلفل بيبقى كبير، واحنا مش عايزين خضار كتير قوي عشان طبعا الفراخ بتاعتنا برضو تبان. بس هنا بقى معايا الطماطم بتاعتي، انا شلت بس القلب بتاعها اللي جوه ده عشان بيبقى من كله ميه. واقطعها برضو زي اللي قبلها، اقطع كل شرايح طويله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. متنسوش يا جماعه دايما وانتوا قاعدين تستغفروا ربنا وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بس هنا بقى معايا كنت قطعت الخضار بتاعي، بصل وطماطم فلفل الوان بس. وهحط بقى هنا انا دايما ببدا لما بعمل المكرونه بشاميل او نجرسكو، ببدا الاول بالفراخ او باللحمه. ليه؟ لان المكرونه هوريها لكم دلوقتي انا بحبها بتبقى سخنه بس، فبخليها بقى في الاخر مع البشاميل. الاول بعمل اللحمه او الفراخ بتاعتي. هنا معايا طاسه على النار او صينيه، اي حاجه اللي تحبي تعملي فيه. بس واحط بقى معايا حبه زيت وحبه سمنه، معلقه سمنه. بس واخليها بقى تسخن كده، واروح نازله بقى عليها بالبانيه. الاول اهم حاجه البانيه نزليه في طاسه سخنه على طول، عشان خاطر اول ما ينزل ما ينزلش ميته على طول، تستني شويه على ما يتشوح شويه وبعد كده ينزل ميته. طبيعي طبعا ان هو لازم ينزل الميه بتاعته، بس يعني لو نزلتيه على نار هاديه هينزل ميته الاول على طول. بس هنا بقى انا قلبت شويه معايا على البوتاجاز، انا معليه النار عليه، قلبت شويه على البوتاجاز. هينزل معايا المية بتاعته، بس مش هينزل مية كتير، لان انا مدخله في صدمة على طول على النار. بس هنا ما فيش يعني 5 دقايق بس، تقلبتين على البوتاجاز وكان اتشرب المية بتاعته. بس هننزل بقى الاول بالبصل معايا، هقلبه تقلبتين، وبعد كده هنزل بالفلفل واخلي الطماطم في الاخر.
بس احنا اتفقنا ان احنا مش مقطعين بصل كتير وبطاطس وطماطم وحاجات من كده كتير، هي من كل حاجة ايه واحدة بس كفاية، لان هو كذا حاجة فهياخد معاكي كتير عشان برضو الفراخ بتاعتنا تبين. انا قلبت البصل الاول تقلبتين كده مع الفراخ، وبعد كده انزل بقى بالفلفل. بصوا الشكل حلو جدا، الفلفل الالوان فيه قيمة غذائية عالية جدا، وبرضه بيدي شكل حلو قوي في الاكل وبيدي طعم برضه حلو. يعني لو انتي ولادك مثلا مش بيحبوا ياكلوه ولا كده، حطيهولهم في الاكل كده مش هياخدوا بالهم منه وسط المكرونه وهياكلوه. بس ما تنسوش بقى يا بنات، لو وصلتوا معايا لغايه هنا متنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه عشان عيلتنا تكبر كده. بس هنا بقى معايا البهارات بتاعتي، معايا توم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسمر وسماق. عايزه انتي ما عندكيش البهارات دي، وطبعا الملح ما عندك البهارات دي مش عايزه تحطيها، ممكن تجيبي كيس تتبيله الشاورما من كنور او من ماجي وتقلبيها عليها كلها. تمام، هو الكيس غالبا بياخد بتاع نص كيلو، يعني هو ياخد معاكي على قد المره بالظبط. ممكن برضو ما تحطيلوش ملح، حطيه وشوفي الطعم، لو محتاج ملح تمام حط شويه ملح صغيرين بس مش هيحتاج ملح كتير يعني. بس انا بقى بحب احط اي البهارات دي، توم باودر بصل باودر بابريكا، بحب احطهم على اي حاجه بصراحه، بيدوا طعم حلو جدا للاكل، دول بهارات اساسيه عندي يعني زي الفلفل الاسمر والملح وكده. بس هقلبها بقى تقلبتين، زي ما احنا شايفين الفراخ شكلها اتغير، شكلها حلو جدا وطعمها حلو قوي، البهارات بتديها طعم جميل جدا. هقلبها بقى تقلبتين على البوتاجاز واحط لها شويه ميه مغليه صغيرين، لان هي طبعا هتبقى ناشفه معايا، فانا مش عايزاها تبقى ناشفه خالص، حطيت لها شويه ميه مغليين صغيرين خالص وركنتها بقى خلاص طلعتها. هنا بقى معايا المكرونه بتاعتي، انا كنت جايبه مكرونه لمتنا، مكرونه حلوه جدا يا جماعه زي حوا والملكه وكده. بصراحه لما بلاقيش الملكه لما بلاقيش حوا بجيبها هي. بس هحطها بقى مولعه على ميه تغلي، وحطيت لها حبه زيت صغيرين وشويه ملح عشان خاطر الزيت بيخلي المكرونه تطلع كده مفرفطه معاكي وما تلزقش ببعضها. بس اول ما المكرونه تتحط كده لازم تقلبيها شويه تقلبتين كده، كل دقيقتين كده تاخدي بالك منها وتقلبيها في الاول، علشان خاطر بتبقى لسه محطوطه في الميه، فلو سبتيها شويه او ما قلبتهاش اول ما حطيها هتمسك كلها ببعضها. بس هنا بقى معايا البشاميل، انا كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناه في طريقه اللازانيا، برضو هي نفس الطريقه، بس هو انا المره دي انا حطيت له حبه شوربه ليه علشان خاطر الصينيه معايا اكبر. بس مش عاوزه تحطي شوربه، عايزه تخليه كله لبن ماشي، بس بصراحه انا بحبه قوي ميكس شوربه ولبن مع بعض بيبقى جميل جدا. بس هحط بقى، ممكن تجيبي خلطه البشاميل من برضو من كنور او من ماجي وتفضيها على السمنه وتحطي عليها اللتر اللبن بدل يعني الدقيق والبهارات وكده. بس انا برضو مش بحب الحاجات دي، انا بحب اعمل كل حاجه بتبقى بالطعم الاصلي بتاعها. هنا بقى معايا 4 معالق سمنه او زيت، سمنه وزيت يعتبر، قصادهم 4 معالق دقيق. تمام، بس انا هنا كنت مزوده معلقه دقيق زياده علشان خاطر كنت قايله لكم ان الصينيه بتاعتي كبيره شويه. بس هخليها بقى تتقلب على النار شويه. بصوا انا برضو انا بحب اولع الاول على الشاورما او اللحمه، اعملها واركنها واعمل بقى المكرونه والبشاميل يبقوا الاتنين مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ليه؟ على ما بخلص المكرونه بتكون لما اخلص البشاميل بتكون المكرونه استوت، وبقلب بقى كله على بعضه على طول، فالمكرونه بتديني نتيجه احسن، وهقول لكم ليه. بس هنا بقى انا مع البشاميل كنت مهديه النار عليه، وهنا كان خلاص ما شاء الله عمال بصوا بيغلي كده، خلاص انا سيبته بتاع 5 دقايق كده على البوتاجاز على النار هاديه. بس معايا بقى هنا معايا لتر لبن. تمام، هقلبه بقى كله. بصوا اهم حاجه ان انا افضل اقلب كده، واهم حاجه ما تحطيش ولا اللبن سخن ولا البشاميل سخن ولا الشوربه سخنه، اي حاجه هتحطيها سخنه على الدقيق هتكلكع معاكي على طول، مش هتعرفي تفكيها وهتبقى مفرزه منك. فاحنا عايزين البشاميل بتاعنا يبقى خفيف كده في الاول وقوامه مظبوط معانا. طبعا احنا هنظبط القوام، احنا طبعا مهديين النار عليه، اهم حاجه ما تعليش النار على البشاميل، حتى وانتي بتقلبي هدي عليه النار خالص، لان هو هيبتدي يمسي يربط منك، هيربط من تحت ومن الحروف، فانتي برضو اهم حاجه ايدك تبقى فيه ما تسيبهوش. بس حطيت طبعا الشوربه، حطيت كيلو لبن وحطيت قصاده كوبايه شوربه. عايزه تزودي حبه شوربه كمان براحتك، الكميه اللي انت عايزه تحطيها.
بس اهم حاجه بصوا، هو ابتدى بوريكم ان هو ابتدى يتقل معايا. حطيت له شويه ملح وشويه فلفل اسمر وهقلبه شويه. عندك جبنه كيري، عندك جبنه نستون، اي جبنه انت عايزه تحطيها حطيها على البشاميل، تمام مفيش مشكله. بس انا حتى ما حطيتش عليها جبنه موتزاريلا ولا جبنه رومي ولا اي حاجه. حبيت اعملها لكم كده من غير اي حاجه، مع ان كان عندي بصراحه بس مرضتش. انا الموتزاريلا كنت عاملاها اللازانيا كنت عاملاها معاكم قبل كده، وكنت حاطه لها جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. فيعني مش عايزين كل مره نحط يعني الجبن. في ناس ممكن ميبقاش متوفر عندها الجبنه الرومي او الموتزاريلا، فما نصعبش يعني الموضوع على نفسنا. مفيش خلاص مفيش مشكله، هي بس الجبنه الموتزاريلا بتديها يعني ايه طعم وبتديها شكل حلو بس. هنا أنا كنت بوريكم انا ايدي طبعا مش سايبه المكرونه خالص، مش ناسياها، والبشاميل اللي عماله اقلب فيه مهديه النار عليه وابتدى يتقل معايا. بس هنا بقى المكرونه بتاعتي بصوا انا بعمل ايه. يعني اقل من 5 دقايق على النار تغلي بس غلوتين المكرونه، وبروح طافي عليها النار، ما بسيبهاش تاخد السوا الكامل على البوتاجاز. وبعدين المكرونه بتاعتي المكرونه البشاميل ما بتبقاش معايا مستويه واخده السوا الكامل، تمام. ليه؟ لان هي لسه هتدخل الفرن، فهتاخد معايا سوا، فانا مش عايزاها تبقى مهريه، تمام. بس فاهم حاجه بقى ان انتي البشاميل بصوا ما شاء الله قوامه حلو جدا، ابتدى يتقل معايا وقوامه مظبوط. لقيتيه تقل معاكي اكتر من كده ممكن تحطيله شويه دقيق شويه شوربه صغيرين وتقلبي فيهم وتطفي النار عليه وخلاص تمام، هو كده مش محتاج حاجه. المكرونه بقى هقول لكم. انا اول قبل المكرونه ما تستوي بروح حاطه بطفي عليها واحط لها شويه ميه من الحنفيه صغيرين واقلبها واسيبها بس ايه دقيقتين على ما اخلص اللي انا بعمله، وبعد كده بروح مصفيها. بصفيها بقى على طول في المصفى ومش بشطفها. دي اهم تركايه في المكرونه. بس لما مشطفهاش بقى المكرونه لما اجي تستوي ما تلاقيهاش مفرطه معاكي، بتحتفظ بالسخونيه بتاعتها. فمع البشاميل اللي انت بتحطيه فالمكرونه بتمسك كلها ببعضيها، تمام. انا بقى عشان كده مش بحب اسويها في الاول واركنها، لان لو سويتها في الاول وركنتها من غير شطيف هتلزق كلها ببعضيها ومش هتنفع معايا. بس هنا بقى قلبتها على طول، في سبتها تتصفى بس دقيقتين لغايه ما نزلت الميه بتاعتها خالص، ورحت قلبها في الطبق ورحت حاطه عليها بشاميل، قلبتها بيها بقى كده كويس، تمام. ورصتها في الصينيه. الكميه من تحت بتاخد اكتر من فوق. بس بحط بقى كمان هنا الشاورما معايا، هحطها عليها، هتاخد ما شاء الله يعني هي جت مظبوطه بالظبط على الصينيه. وبصوا شكلها حلو جدا، الحاجه لما بتقطعيها كلها زي بعضيها بتديكي شكل حلو في الاخر. بس عايزه تقطعيه مكعبات تمام مفيش مشكله، يعني التقطيع اللي تريحك، بس يعني ايه بندي لبعض افكار يعني مش اكتر. طبعا بتعملوا حاجات جميله زيكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بس هنا بقى كنت برص معايا الشاورما كويس، بجيبها في الصينيه كلها. بس هنا بقى كميه المكرونه الباقيه، انا بقى بصوا بحب ارص المكرونه بايدي جدا، يعني ايه بس طبعا بلبس كلافز مش بعملها بايدي على طول. بس بحب ارصها عشان ايه تطلع كلها سوا واحد في الاخر وتطلع كلها مظبوطه. مش بحب يعني اعمل بالمعلقه كده وخلاص، لا بيبقى في مكان فيه مكرونه وفي مكان مفيهوش. بس اهم حاجه ان طبعا تظبطوا الحاجه عشان تطلع حلوه معاكم في الاخر. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ولو حبايبي بس ما تنسونيش بقى تبخلوش على اختكم باللايك والمشاركه في القناه. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله وصفاتي تعجبكم. بس هنا بقى نرص المكرونه كويس، اهم حاجه ان انتي تظبطي الحروف بتاعتها وتخليها كلها في سوا بعض كده. بس هنزل بقى عليها بكميه البشاميل كلها. البشاميل طبعا كل ما بيقعد بيتقل معاه، فاهم حاجه برضو ان انتي ما تخلوش خفيف. يعني البشاميل اللي بصوا كده ما شاء الله قوامه حلو جدا، ما يسقطش معاكي في المكرونه. انما عارفين لو يبقى قوامه خفيف معاكم اول ما تحطيه على طول حتى لو كميه البشاميل كتيره هينزل بين المكرونه، والمكرونه كلها هتبقى باينه على الوش. هتيجي تدخليها الفرن المكرونه هتنشف معاكي من على الوش، فاهمين؟ هتبقى باينه كده وتبقى بارزه البشاميل. انما لما يبقى قوامه تقيل شويه كده ومظبوط طبعا بصوا زي ما انتم شايفين مش هينزل طبعا في المكرونه ولا اي حاجه. فلما يستوي هيطلع كله في الاخر شكل واحد. عايزه بقى تحطي جبنه موتزاريلا ممكن تحطي على وشها جبنه موتزاريلا، ممكن تحطي على الشاورما زي ما انت عاوزه. بس هنا بقى كانت معايا ما شاء الله هي طبعا كل حاجه مستويه، واحنا زي ما احنا متفقين احنا مش مسويين المكرونه قوي عشان ما تتهريش معانا لو سويتي المكرونه قوي
ودخلتيها طبعا الفرن، لان هي لسه بتقعد لها شويه في الفرن، هتتهري معاكي خالص، المكرونه هتبقى مش حلوه. انما لما بتسويها نص سوا كده وتحطيها بقى على طول بتطلع معاكي مظبوطه جدا. بس انا بقى مش بحطها بصراحه في الفرن في الرف، انا بحطها في الرف اللي في النص، وبشغل عليها الشوايه على طول. يعني لو الفرن الصغير الكهربائي بحطها في النص واشغل عليها فوق وتحت. انما لو فرن البوتاجاز ممكن تحطيها تشغلي عليها من تحت شويه، تحطيها في النص في الرف اللي في النص. تمام، شغلي عليها شويه من تحت، مش كتير يعني، اقل من 10 دقايق، لان طبعا هي كل حاجه مستويه. بس بعد كده بقى بديها وش من الشوايه وخلاص على كده. بس اهم حاجه طبعا المكرونه عايزاها تبقى ماسكه معاكي كده وحلوه، سيبيها تهدى خالص وبعد كده قطعيها، ما تقطعيهاش خالص وهي سخنه. انا طبعا سبتها هديت خالص، ما رضيتش اقطعها وهي سخنه، علشان خاطر اعرف اطلع الخلطه كده حلوه وتكون مظبوطه معاك ويكون شكلها حلو. عايزه تحطي لها مكرونه بشاميل اكتر من كده براحتك، يعني ايه دي حريه ترجع لك انت. بس بصوا ما شاء الله الفراخ كانت مستويه جدا، وعايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا، يعني مش قادره اقول لكم. جربوها بنفس الطريقه وشوفوا انتوا طعمها واحكموا بنفسكم. بس هنا ده بقى الفلفل، ولادك طبعا مش هياخدوا بالهم من الحاجات دي لو مش بيحبوها. بس يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون خفيفه كده على قلوبكم. ما تنسونيش بقى حبايبي باللايك والاشتراك، ويا رب الفيديوهات لو دخلتوا كده اخدتوا لفه في القناه تعجبكم. بس وصيتي يا رب تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.